مريض جالك عنده صداع وشُفت الضغط بتاعه لقيته 190 على 120. الsystolic عندنا 190 والdiastolic 120. نتصرّف إزاي؟ طبعًا إحنا لسه بنتكلّم دلوقتي على الhypertensive crisis، وقُلنا أهم سؤال أسأله لنفسي هل في end organ damage والّا لأ، عشان أميّز بين الurgency والemergency. قُلنا الضغط فوق ال180 الsystolic أو الdiastolic فوق ال120، بنتكلّم إن الpatient دوّة عنده hypertensive crisis. الفرق ما بينهم ببساطة زي ما إحنا لسه شارحين، هل في end organ damage عشان دوّة يكون يعتبر emergency وهنتكلّم عليه إن شاء الله دلوقتي بالتفصيل، أو urgency. فبالتالي هاتصرّف إزاي مع المريض ده؟ هاسأل نفسي ده urgency والّا emergency؟ لأ، الحالة اللي عندي يا دكتور ما فيش شرحنا الcriteria كلّها، ما فيش صداع شديد، ما فيش confusion، ما فيش chest pain، ما فيش dyspnea، ما فيش vision loss، لقينا الدنيا عندنا تمام. يبقى إذًا أنا دلوقتي ما فيش داعي إن أنا أدّي IV medication، تمام، ما فيش داعي إن أنا أحجز المريض في الICU. المهم إن الضغط بتاعي ينزل تدريجي، أنا مش مستعجل، هاوصّل الضغط للnormal خلال 24 ل48 ساعة. مش مطالب دلوقتي إن أوصّل الضغط للnormal، بل بالعكس، النزول السريع للضغط ده ممكن يعمل brain ischemia أو renal ischemia. ده خطأ، هيأثّر على الperfusion. فإذًا مش من الشطارة إن أنت تفضل مع المريض ده لحد ما تروّحه وتقول له أنا هاخلّيك النهارده 100، 100، هنخلّي ضغطك 100، 100، هنخلّيه أقل من 140 على 90، لأ. فإذًا قررت إن هو urgency مش emergency. رقم 2، مش هابدأ IV medication ولا هاحجزه في الICU. رقم 3، هانزّل الضغط بالتدريج على مدار 24 ل48 ساعة. طَب يا دكتور هنشتغل معاه إزاي دلوقتي؟ الكلام ده على فكرة ممكن ييجي لك في العيادة، وممكن ييجي لك في الطوارئ أو الاستقبال. الحالة اللي زي ديّة إحنا بنشتغل معاها طبقًا لآخر guidelines. عاوزك تقرأ الموضوع من up to date وأمُّس اللي إحنا مجهّزين منه الtopic بoral antihypertensive medication، تحديدًا الCaptopril. إيه ده يا دكتور، هو الCaptopril ده مش اجتهاد مننا كده بنشتغل بيه في حالة الurgency والّا هو شغل الguidelines؟ لأ، موجود في الguidelines. إحنا دلوقتي الCaptopril بيتاخد الكلام دوّة، حتى الجرعات تحديدًا من أنبُس 25 مللي جرام. طب السؤال هنا برضه التاني، هل يا دكتور بيتاخد تحت اللسان والّا بيتبلع؟ هاقول لك الguidelines والكلام العلمي الصحيح، لأ، الpatient بيبلع القرص، مش بيحطه تحت اللسان. بل بالعكس، في بعض المحاذير في كتير من الguidelines أو بعض المراجع بتقول لك إن ممكن يعمل uncontrolled hypotension، إن الضغط ينزل نزول سريع. عادةً الصراحة ما بنشوفهاش في الpractice مع الCaptopril تحديدًا، ممكن مع بعض الأدوية التانية، بعض جروبات الكالسيوم channel blocker كان اسمها التجاري زمان إيبيلات وحاجات زي كده، ولكن إحنا مش بنشتغل بالكلام ده دلوقتي خالص، وده فعلًا ممكن يعمل uncontrolled hypotension. ولكن طبقًا للguidelines الpatient بيبلع القرص. اجتهادًا مننا أحيانًا بندّيه تحت اللسان، ده شغل اجتهادي عشان برضه أكون أمين معاكم بالنسبة للكلام العلمي المحترم. بنبدأ بجرعة 25 مللي جرام الpatient بيبلعهم، ويُفضّل إن الpatient يقعد في أوضة هادية. بعد نُص ساعة أقيس الضغط. المراجع الكبيرة الصراحة كتير منها كاتب قال لك قيس بعد ساعة أو ساعتين. in practice إحنا الصراحة بنتابع خلال 30 دقيقة وأشوف المريض وضعه إيه. طب يا دكتور لو لسه ما نزلش، أول حاجة بافكّرك تاني، أنا مش مستعجل، أنا مش عاوز المريض يروّح النهارده normal. إحنا في الaverage بننزّل تقريبًا 25% من الرقم الحالي. 25% يعني لو المريض مثلًا ضغطه 200، تمام، هانزّله مثلًا وليكن ل150 أو حتى 160، ما عندناش مشكلة. وطبعًا تاني يوم هييجي لي بقى في العيادة، هنبدأ معاه هل هو uncontrolled، يعني هو أصلًا مريض ضغط معروف ومحتاج نزوّد أو نعمل dose adjustment للجرعة الحالية، هل الكلام ده أول مرّة يحصل له فبالتالي هنمشي زي ما إحنا قُلنا في ورشة الضغط. الكرايتيريا بقى طبقًا للguidelines محتاج قياسات كام وقيس كام مرّة، الكلام ده شرحناه قبل كده بالتفصيل، تمام. في كل الأحوال هاتابع معاه في العيادات الخارجية، ومجرّد ما ضغطه ينزل 25% تقريبًا من الضغط الحالي، أقدر أخرّج المريض ده. خطأ شائع في النقطة دي لازم ننبّه عنه، وهو استخدام الfurosemide أو الLasix، هنتكلّم عنه إن شاء الله فيما بعد.